اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فأدخله الجنة وقه من عذاب النار. الله أكبر وعلى العظيم وأمتنا المجيدة وعاش المجاهدون. الصدق. نعم. أنا أعرف قضيتنا السياسية. نعم. مو هذه. أنتم أمامكم هي هاي معروضة أمامكم وثائق، معروضة أمامكم اتهامات، معروضة أمامكم شهود. بس أنا أعرف ليش اعتقلوني الأمريكان، وليش الآن سلموني لشكل لمحاكمة صدام حسين. أنا أتوهم وأجي أهتم بهذه المسائل الفرعية؟ لا، أنا ما مثل. كل واحد يعرف خطه، أنا أعرف خطي. على أي حال أنا جاوبت. هذا خطي يعود إليك. أنا جاوبت. أنا جاوبت. هذا يكون ما أريد أريحك. إذا عندك لكن جاوبت. أما أنا فأحمل قسمي أمام الشعب إلى أن يقول الشعب لا، قد اخترنا شخص آخر غيرك، وأقول له على بركة الله، وأقول له على بركة الله، وأقول له على بركة الله. رجال قمنا الحين بس عمي خي يرجع بطلنا، خي يرجع عما يمكن انتم نصكم هسه تنتخبون صدام اذا رجع، عمي بطلنا. صدقني الناس بدأت تترحم على صدام، أقسم بالله حتى من أعدم صدام من ذويه بدأوا يقولون رحمة الله. هذا أصعب سؤال تسأل بنت عن والدها، هذا أصعب سؤال ممكن أتعرض له. الأب عزيز جدا، يعني الأب مش قد الأولاد عزيزين. أقدر أقول لك أعز من أولادي أكيد يعني.